الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق حدوتة زملكاوية. الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. والله 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 الواحد قلبه مشروخ شرخ. انتوا شايفين ما تكلمناش كرة خالص من ساعة اللي حصل، وما ينفعش نتكلم في الكورة والزمالك والصفقات ومش عارف ايه. ما ينفعش اللي يتكلم في الحاجات دي ما عندوش دم. والله 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 الواحد قلبه موجوع فيه وجع. حرام، ربنا ينتقم منهم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. روح بني آدم، عشان مسكين في الكراسي. ميدو طلع ذكر يا ميدو، والله ذكر. يعني قال فيديو، لا هو ده اصلا. بص، المواقف هي اللي بتبين مين الراجل ومين الجبان اللي بيستخبى عشان خايف على الكرسي، عشان خايف على المنصب اللي هو فيه، فشد بلاستر. يعني اي برنامج يتكلم في اخباره والله يبقى ما عنده دم. احنا في كارثة، احنا في مصيبة. فميدو طلع اتكلم بس تحفظ انه طالع يعني من غير، يعني بلبس هدوم يا ميدو، وبلبس هدوم، خاصة انك بتتكلم عن موت. الواحد فيه كمية غضب ما يعلم بها الا ربنا. قسما بربي الواحد فيه كمية كبت وغضب ما يعلم بها الا الله. سيبك، الزمالك هيلعب ما يلعب النهارده الزمالك والاسماعيلي. هم عندهم دم اتحاد الكرة دول، هم عندهم دم. لو عندهم دم كانوا اجلوا الماتشات دي 3-4 ايام. ما انت كده كده الدنيا بايظه عندك. ما انت هو حد لسه بيلعب كوره في العالم؟ انما امبارح يعملوا ماتشات والنهارده عاملين ماتشات وكأن ما فيش حاجه حصلت. ما فيش دم، شويه فشله، منظومه فاشله. واللي يقول غير كده يبقى ما بيقولش الحق. روح بني ادم كان لسه بيلعب اول امبارح مات. خلي فيه شويه دم. كانش فيه يبقى ماتشات. اجلوا الماتشات دي. شفتوني نطقت بحرف عن الكوره؟ كورة ايه؟ احنا في كوره؟ احنا في مصيبه، مصطفى ابن شوبير منزل تويته بيقول: يا جماعه انتوا عاملين ايه؟ بتذكروا اسم ابويا ليه؟ هو اخو احمد رفعت، شقيق احمد رفعت، محمد رفعت، قال مع ابراهيم فايق اسالوا احمد دياب. يبقى هنا ذكر شخص احمد دياب، ما ذكرش احمد شوبير. انتوا قلبينها زي ما يكون شوبير هو طبعا طالع يدافع عن والده. ده تويتة مين؟ ابن شوبير. شريف اكرامي طبعا قال تويته، محمد مجدي قفشه قال تويته، عمرو السوليه، شيكابالا تنازل عن نص راتبه لاسره احمد رفعت. دي الاخبار حوالين بنتكلم في موضوع احمد رفعت. لكن زمالك واسماعيلي لا طبعا، لا لا لا، مش هتكلم في القصص دي دلوقتي. عذرا عذرا مش هتكلم في القصص دي دلوقتي خالص. الواحد موجوع، قسما بربي موجوع. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب وكان ليه سبب ويد ان احمد رفعت يموت ظلم، مظلوم ومقهور. لهم صلوا على النبي.
وكبرة وصدري وعيبة وسمان. ماشي. فربنا ينتقم. بص، لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم. بيان وزارة الشباب والرياضة منذ قليل قال لك هنفتح لجنة أو نفتح ملف وفاة أحمد رفعت من قضاة أجلاء مستشارين أجلاء، ولازم نعرف إيه السبب وإيه ملابسات وفاة أحمد رفعت. ده بيان عاجل من وزارة الشباب والرياضة. يعني قلت لك تويتة ابن شوبير، تويتة محمد مجدي قفشة بيتكلم عن الظلم والقهر اللي اتعرض له أحمد رفعت، عمرو السولية نفس القصة. يعني ما فيش إلا ابن شوبير هو بيدافع عن أبوه، بيدافع عن أبوه. ده ابن شوبير اللي كاتب كده. عفوا، الحمد لله. ابن شوبير كاتب كده. شيكابالا خبر انه هيتنازل عن نص راتبه لصالح اسرة احمد رفعت. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر امه واهله. فراق صعب يا جماعة، قسما برب الفراق صعب، قسما بربي الفراق صعب. يعني الواحد قلبه موجوع، قسما برب الواحد قلبه موجوع من اللي حصل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في أي ظالم يظلم حد أو يجي على حد أو يفتري على حد. لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم. فبيان، بس أقول لك بيان وزارة الشباب والرياضة اللي لسه نازل. وزارة الشباب والرياضة قالت لك في تشكيل لجنة من مستشارين أجلاء وقضاة هيتم يعني تفسير كل ملابسات وفاة أحمد رفعت، ربنا يرحمه. ده الخاص بمحمد ببيان وزارة الشباب والرياضة. عندنا تاني شقيق أحمد رفعت، محمد رفعت، يخرج عن صمته وقال مش هسيب حق أخويا، مش هسيب حق أخويا، مش هسيب حقه، مش هسيب حقه، حق أحمد رفعت. إن أخوه لو أي حد مكانه هيقول كده، هيقول كده ويعمل كده وكمل يا ابني وهات حق أخوك. قسما بالله هنبقى فرحانين، تشفي غليلنا شوية في اللي سببوا في وفاته. الموت علينا حق وده قضاء ربنا، لكن اللي تسبب في ظلم وقهر حد هات حقه يا ابني. والله العظيم هنبقى فرحانين، هتشفي غليلنا شوية من اللي حصل. فشقيقه قال لك مش هسيب حقه، هجيب حقه تالت ومتلت. خبر كده تاني هقوله لك بعيدا عن احمد رفعت. شقيق كهربا، فتحي كهربا، اتسجن سنتين، خد حكم النهارده بالسجن سنتين في قضية التعدي والبلطجة على اسمه ايه مطرب المهرجانات رضا البحراوي. خد سجن سنتين. شقيق كهربا اسمه فتحي كهربا. سلام عليكم. والله العظيم قسما بربي الواحد قلبه موجوع. وعشان خاطري ادعوا لاحمد رفعت ولامواتنا، ربنا يرحم امي يا رب، ويرحم احمد رفعت، ويرحم جميع امواتنا يا رب، ويحفظكم جميعا. وربنا ينتقم من كل ظالم يفتري على حد او ياكل حق حد او يتسبب له في قهر او ظلم. ربنا ينتقم منهم. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.